مشكلة المسام الواسعة وشكلها مع الميك اب بيبقى مش حلو، بتيجي تحطي الفاونديشن بتلاقيه دخل كده جوه المسام، فالفينش ما بقاش ناعم وشكله مش حلو. طيب نعمل ايه بقى عشان نحل الموضوع ده؟ بصي، عندك البرايمرز، ده من اسمهم كده برايمر، يعني حاجة بتتحط في الأول قبل الفاونديشن والكونسيلر وكل ده. بهيئ بيهم البشرة، بستخدمهم عشان أوصل لنتيجة معينة أو عشان أعالج حاجة معينة أنا محتاجة أطلع بيها من البرايمر ده. تمام؟ هما أنواع، في نوع منهم بيبقى برايمر مخصص للمشكلة بتاعة المسام الواسعة. ده وظيفته إن أنا باخد جزء صغير منه وببدأ أضغطه في المنطقة اللي أنا عندي فيها مسام واسعة، أيا كانت هي فين. بتضغطي كده البرودكت ده جوه المسام الواسعة من تحت لفوق، تتأكدي ان هي ملت لي الحفر والنقط اللي داخله لجوه دي. تمام؟ فبعد شويه لما بتيجي تحطي الفاونديشن بيبقى كانه اتحط على سطح مستوي شويه. فاهمه قصدي؟ هل بقى لقينا الحل ويلا نفرح ونجيبه ونتعود عليه ونحطه على طول؟ لا، اوعي تعملي كده، لان برايمر المسام بيكون فيه سيليكون، دي حاجه اساسيه من مكوناته. ف ده غلط انك تستخدميه بشكل يومي او كتير عموما على بشرتك، لان مع الوقت هيوسع لك المسام اكتر. فاحنا عرفنا الحل، نركنه بقى يعني نلجأ له في الايام اللي فارقه معاكي قوي، المناسبات المهمه بالنسبه لك، اللي عايزه التصوير يبقى شكلك فيه بيرفكت ووسط الناس، يعني حاجه مهمه. فنستخدم يعني ما يبقاش حاجه اساسيه في الميك اب اللي بتحطيه على طول تقومي حاطه برايمر للمسام. اوكي؟ ندخل بقى في ان انا ارشح لك شويه انواع. مش محتاجة اتكلم عن بنفيت. البرايمر بتاع المسام بتاع بنفيت ده يعني هو غني عن التعريف، وهو غالي جدا، فلو في امكانية تجيبيه اوكي، لو لا خلاص مش هنحرم نفسنا من حاجة، يعني هندور على بدايل معروفة. فعندك البديل بتاع ميبيلين بيبي سكين، ده حلو وجربته، هو كويس، بيدي فنش ناعم وبيملى المسام بشكل حلو لو الموضوع عندك مش اوفر قوي. بس اللي حبيته اكتر منه اللي هو ده بتاع كاتريس، اللي هو جود باي بورز، ده حلو جدا، بيدي فعلا فينش ناعم، ولو المسام عندك يعني قوية شوية ده بيأثر في شكلها اكتر شوية من ميبيلين بيبي سكان. بس كده. في حاجة محتاجة بس ألفت نظركم ليه، علشان في يعني بنات بتبقى فاكرة ان انا عشان جبت ميك اب ارتست وانا عندي مشكلة في بشرتي، فهي في الساعة اللي هتحط لي فيها الميك اب دي معاها عصاية سحرية هتعمل كده، انا هطلع خلاص بقى هطلع بشرتي زي البيبي وتحفة. لا، الميك اب بنحاول نظبط بيه البشرة وبنحاول نقلل من شكل مشاكل معينة فيها، وبنحاول نلعب بالالوان نداريلك تصبغات او في مشكله لون في بشرتك. بس في بقى حاجات يعني معلش ما يبقاش بهدله سنين وانا اجي في ساعه عايزاني اعالجها لك. في ناس بيبقى عندها مش مسام واسعه، بيبقى الموضوع هنا كده بيبقى زي حفر، ف وتقولي لي انا عندي مسام واسعه، ما انت المفروض تحطي برايمر والدنيا تظبط. لا، البرايمر مش السحر اللي يملالي كل الاماكن الواسعه قوي بزياده دي. لا، انت لو عندك حفر في بشرتك انت محتاجه تعملي جلسات، تروحي عياده تجميل لا، الموضوع مش هيتحل بميك اب وبساعه انا واقفه بحط لك فيها ميك اب. اوكي؟ فدي بس نقطه حابين نحطها في دماغنا، ان الموضوع مش دايما بيتحل بمنتجات في الميك اب. ممكن تبقى دي حاجات مؤقته هتظبط لي بس الشكل شويه وخلاص على كده. في حاجات الميك اب قادر يظبطها، وفي حاجات تانية لا، الموضوع كبر مننا. في بشره محتاجه ترطيب، يعني ارض بور بقالها فتره، وانا ماشي هحط لك ترطيبات وهحط لك برايمرز وهعمل كل حاجه قبل الميك اب. بس انت لو بشرتك مجهده وكانت محتاجه تقشير وايا كان هو الميك اب هيعمل ايه، فاهمه؟ يعني بس دي حاجه كده كانت محشوره في زوري، يعني استحملوني بقى بفضفض معاكم، وشكرا، باي.